أهلا بيكي. في ناس أول ما يشوفوكي يحكموا عليكي إنك ناجحة أو ذكية أو لطيفة حتى من قبل ما تتكلمي ولا قبل ما تعملي أي حاجة، وساعات كتير بتحسي إنك بتاخدي فرص أكتر لمجرد إن شكلك حلو. بس السؤال هنا، هل الجمال فعلا نعمة طول الوقت ولا ممكن في لحظة يتحول لعبء، مشاكل أو حتى لعنة؟ وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، كملي معايا للآخر. في علم النفس في حاجة اسمها تأثير الهالة أو الهالو إفكت، بمعنى عقل الإنسان لما بيشوف شخص جذاب أو شكله حلو بيبدأ يفترض تلقائيا إنه ذكي، لطيف، ناجح، واثق من نفسه، وحتى أكتر أمانة في التعاملات، برغم إن مفيش أي دليل حقيقي على ده. مجرد الشكل الخارجي بس بيأثر على حكمنا بشكل كبير، ودراسات كتير أثبتت إن الأشخاص الجذابين فرص قبولهم في الشغل بتكون أكتر، بياخدوا مرتبات أعلى، بيتعاملوا معاهم بلطف أكتر، وحتى أحيانا بياخدوا أحكام أقل في المحاكم. يعني فعلا الجمال في المجتمع عملة قوية أو نقطة قوة. والجمال مش مقصود بيه جمال بملامح معيارية مثلا أو مقاييس جمال معينة، لا، إحساسك أنت بجمالك، اهتمامك بنفسك وبشكلك، المهم إن النتيجة الخارجية طالعة متناسقة وجميلة وشيك وناعمة. وأنت أكيد بتلاحظي ده في الأماكن اللي بتكوني متواجدة فيها، وفي اليوم ده كنتي واخدة بالك من نفسك أكتر، أو لابسة حلو أو مرتاحة في اللي أنت لابساه، هتلاقي إن الناس بتسمع لك أكتر، هتلاقي إن الناس بتفتكرك وبتفتكر شكلك وبتثق فيكي بسهولة أكتر، هتلاقي إن أنت بتاخدي اهتمام أكتر من أي شخص تاني موجود في المكان، هتلاقي إن فرص العلاقات بالنسبة لك كمان كويسة جدا. يعني ناس كتير مهتمة إن هي تكون على علاقة معاكي. ولو أنت بتشتغلي على السوشيال ميديا، وطبعا أكيد السوشيال ميديا بتكافئ الشخص اللي شكله حلو أو اللي بيطلع بمظهر كويس بشكل كبير جدا أكتر من أي شخص تاني. يعني حتى الناس وهم أونلاين بيحكموا على الشخص الجميل والجذاب بالذكاء، وبإن هم بيقدروا يثقوا فيه أكتر بناء بس على شكله وعلى الصور المعدلة بالفلاتر وبالاي اي وبالكلام ده. يعني ممكن مجرد صورة حلوة تقدر تغير طريقة الناس في تقييمهم عليكي بالكامل. طب امتى بقى يبقى الجمال ضدك او يبقى لعنة عليكي؟ لما الناس تشوف شكلك وتنسى شخصيتك تماما او تتجاهل شخصيتك تماما. فطول ما انت شكلك حلو هم مهتمين ان هم يقربوا منك ويعرفوكي ويدوكي فرص اكتر، مش مهم شخصيتك فيها ايه او افكارك فيها ايه. فدي بتبقى من اكتر الحاجات المؤذية نفسيا جدا للناس اللي هم اصلا مهتمين بشخصيتهم ومهتمين بتطوير نفسهم. فهتلاقي ان في ناس جميلة جدا لكن طول عمرهم حاسين ان محدش مهتم هم مين فعلا، هم دايما مهتمين شكلهم عامل ازاي وقد ايه هم ايمج في المكان. وهتلاقيهم بيسألوا نفسهم كتير، هي الناس دي بتحبني فعلا ولا بتحب شكلي بس، ولا بتحب المميزات اللي بياخدوها على اساس شكلي؟ فبالتالي يبتدوا يخافوا ان قيمتهم الحقيقية اللي المجتمع مديها لهم هتختفي بمجرد ما شكلهم يتغير، واللي ده طبيعي هيحصل مع الوقت. من الحاجات اللي بتسبب مشاكل بسبب الجمال هي إن الناس بتغير منك أو بتكرهك. طبعا الناس اللي تعبانة في دماغها، وبالذات جدا في وسط النساء، بتبقى هي مش واثقة من نفسها أو شايفة إن هي مش عارفة تهتم بنفسها كويس، فبالتالي بتشوفك انتي بتعملي الحاجة اللي هي مش عارفة تعملها، بتحس بالغيرة، بالمنافسة، بالتهديد، بتطلع عليكي أحكام، بتحاول توقعك بأي شكل، فبتوجه لك عدائية وهجوم بدون أي سبب وبدون أي مبرر. وفي دراسة اتكلمت عن حاجة اسمها بيوتي is beastly، إن بعض النساء الجميلات بيتم تقييمهم بشكل أسوأ في الوظائف أو في المجتمع اللي بتكون بتتطلب جدية أكتر أو وظائف شاقة أكتر، ودايما بيبقوا شايفين الست الجميلة دي أقل كفاءة، أكثر سطحية، معتمدة على شكلها بس، ما عندهاش إمكانيات حقيقية، وطبعا ده بيحسسها بالظلم. تالت حاجة ممكن تأثر عليكي بشكل سيء بسبب جمالك هو لما انت تبتدي تصدقي فعلا ان القيمة القوية بتاعتك موجودة بس في جمالك، فبالتالي هتبني ثقتك كلها على شكلك، فبالتالي هتتعبي نفسيا جدا مع أول علامة تقدم في السن أو أول تغيير في الوزن أو مع أبسط مقارنة مع أي حد على السوشيال ميديا. رابع نقطة بتحسسك إن الجمال فعلا لعنة هي إن العلاقات، على قد ما أنت بتكون متاح ليكي علاقات أكتر أو ناس كتير بتبقى عندها فضول أو رغبة إن هي تتواصل معاكي أو تتعرف عليكي، لكن في فئة كبيرة برضو من الناس بتبقى مترددة أو مستنتجة إن أكيد يعني واحدة بالجمال ده أو بالاهتمام بنفسها بالشكل ده أكيد يعني في حد في حياتها، مستحيل تبقى سنجل. وده برضو على أساس افتراضية إن الناس بتدخل في العلاقات بناء على شكلهم،
وبس، فيعني بما إن هي أجمل واحدة، فإزاي بقى هي مثلًا ما فيش حد في حياتها؟ أو افتراضية تانية، هو إن أكيد برضه بناءً على إن هي مهتمة بنفسها وبشكلها بالشكل ده، فحتى لو هي في ناس في حياتها، بس كمان هيبقى تقييمها صعب أوي، مش أي حد هيعجبها ومش أي حد هتوافق بيه، فبالتالي بيفترض الرفض من قبل ما ياخد حتى الخطوة أو المحاولة، إنه يعرف حتى دماغها عاملة إزاي أو تفكيرها عامل إزاي، أو بتاخد قراراتها بناءً على إيه. من الحاجات برضه اللي بتحسسِك إن الجمال ده ممكن يبقى لعنة فعلًا، إن المجتمع هيبقى متوقع منِّك الكمال طول الوقت. الشخص الجميل أو الجذاب بيبقى دايمًا محطوط تحت ضغط مرعب، بالذات طبعًا وسط الناس اللي هو متعود يقابلهم كل يوم أو عارفينه، ويا سلام بقى لو كان على السوشيال ميديا فعنده جمهور، فدايمًا متوقعين منه إن شكله يبقى مثالي طول الوقت، جسمه مثالي، لبسه مثالي، صوره مثالية. مش مقبول منه أي غلطة صغيرة لإنها دايمًا هتبقى ملحوظة أوي، وهيتم الحكم عليه أو جلده بناءً على الغلطة البسيطة دي. في حاجة غريبة كمان هي إن بعض الدراسات بتقول إن الناس أحيانًا بتسامح الشخص الجميل أو الجذاب أكتر من غيره أو أسهل من غيره مهما غلط، وده بيخلق مشكلة تانية إن الشخص ده ما بيطورش من نفسه فعلًا، هو بيلاقي إن هو خلاص أموره بتعدي وما عندوش أي مشاكل والناس بتسامحه لمجرد إن شكله حلو، فخلاص هو هيغير من نفسه ليه؟ ويتصدم فجأة لما الشكل يتغير أو لما يكتشف الحقيقة إنه محتاج شخصية ومحتاج مهارات ومحتاج حاجات كتير علشان يبني حاجة حقيقية، فيكتشف إن هو ما عندوش أي حاجة من الحاجات دي، وإنه اتسند فعلًا على شكله بس، وإن الناس كانت مكملة معاه قبل كده بسبب شكله بس مش أكتر. ودي thread كنت شاركتها من فترة على threads، وبالمناسبة أنا باشارك هناك أفكاري وملاحظاتي بشكل يومي تقريبًا، إن مظهر بدون جوهر فرص سهلة لكن مؤقتة، جوهر بدون مظهر فرص أصعب لكن لما بتحصل بتكون أطول، مظهر مع جوهر وهي دي بقى أظبط حاجة في الدنيا، إنك تهتمي بشخصيتك ومهاراتك وذكائك وتهتمي كمان بمظهرك، فلو ربنا اداكي جمال دي أكيد نعمة كبيرة، وشطارتك بقى إنك تهتمي بالجمال ده وتحافظي عليه وتقدريه، لكن كمان من الحكمة إنك تشتغلي كمان على عقلك وشخصيتك وأخلاقك وتبني ثقة حقيقية في نفسك مش مربوطة بس بشكلك في المراية، لأن الشكل ممكن يفتح لك الباب لكن اللي هيخليكي مكملة في طريق حلو وبتحلمي بيه هو انتي نفسك، وجمال روحِك اللي بيخلّي الناس ترتاح لِك وتحس بالأمان معاكِ، ومشاعرهم ناحيتِك ما تتغيّرش حتى بعد ما مظهرِك يتغيّر. وأكيد سمعتِ قبل كده جملة إن البنت دي قد إيه جميلة وقد إيه كانت مُبهرة في جمالها وفي اهتمامها بنفسها، لكن أول ما فتحت بُقّها واتكلّمت، أول ما خدت منصب وابتدت تاخد قرارات، أول ما بقت مسؤولة عن أي حاجة تختبر شخصيتها فعلًا وعقلها وحكمتها، كُلّنا بقينا بنجري من حواليها اللي هو لأ، اسكتي، اقفلي بُقِّك، ما تعمليش كده تاني، إحنا مش عايزين نتعامل معاكِ أصلًا، وقد إيه ما نحكمش على الكتاب من عنوانه. وأكيد برضه سمعتِ جملة أنا كنت شايف إن أنتِ بني آدمة جميلة فعلًا وجذابة، لكن كل ما باعرفِك أكتر، كل ما بانبهر بيكِ أكتر، كل ما باكتشف قد إيه أنتِ فعلًا جميلة من جوّه. باتمنى لِك جمال حقيقي تعيشي بيه وتتمتعي بيه، وعين تقدر تشوف كل الجمال اللي موجود حواليها. وسلام.